سماح حمادي، مواليد محافظة حماة 1985. طبعا لي بالمنطقة حوالي 13 سنة. طبعا اجيت بال2011 على المنطقة، كان موجود بالمنطقة جبهة النصرة، وبعد فترة تأسست الإدارة الذاتية. طبعا من بداية تأسيس الإدارة الذاتية أنا انضميت للإدارة الذاتية. سبب انضمامي للإدارة الذاتية طبعا أنا قريت كتير كتب القائد عبد الله أوجلان، وحبيت الفكر كتير، فكر القائد. يعني بالنسبة في الكتب اللي قريتها، يعني الفكر فيه يعني أول شغلة الديمقراطية والحياة المشتركة والمساواة بين الرجل والمرأة. وطبعا يعني هالفكر أنا بصراحة يعني كتير حبيت فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان. هلا وقت اللي أنا قريت كتب القائد يعني مشيت على هالنهج هاد، يعني لأني حبيت الفكر مشيت على هالنهج، وتقريبا يعني صار 13 سنة يعني ماشي على هالنهج هاد. أول تأسيس كان دار المرأة، طبعا فتى الطوعي. كان عملنا كحركة مرأة يعني كتير كان حلو. وبعدها بسنة تأسست عنا محكمة بزرقان. طبعا كنت من المنتخبين كقاضي محكمة زرقان، وظليت 2 سنين تقريبا منتخبة بمحكمة. وبعدها صار تأسيس مجلس ناحية زرقان، وكمان من المحكمة تم طلبي للمجلس وانتخابي بالمجلس، وهلأ صار تقريبا 9 سنين أنا بمجلس ناحية زرقان. سوريا بشكل عام كلنا نعرف مرت بمراحل صعبة كتيرة. أولا يعني كتير يعني كتير من جميع النواحي الإدارة الذاتية تهاجمت، ومشروع الأمة الديمقراطية كمان كان في ضغط عليه كبير، إن كان من قبل النظام السابق أو من قبل الدولة التركية. يعني من جميع، يعني مو بس الدول، في دول كتيرة هاجمت مشروع الأمة الديمقراطية لأنه هو الناجح. لو النظام السابق متبني المشروع، مشروع الأمة الديمقراطية، ما وصلنا طبعا لهالمرحلة هاي. بس ذكرت قبل إنه هاجمونا من جميع الجهات، هاجموا هالمشروع هذا لأنه هو المشروع الناجح بالعالم، مو رح أقول بالشرق الأوسط، بالعالم طبعا. هلأ صار لنا يعني علاقات كتيرة مع الدول، لأنه المشروع يعني كل العالم عم بتطلع على مشروع الأمة الديمقراطية لأنه ناجح بشكل عام. يعني العلاقات صارت مع دول العالم أجمع، والشعب بشكل عام. يعني الشعب يعني عم بيطلع على مشروع الأمة الديمقراطية، هو المنجى الوحيد للشعب، لأنه فيه الحرية والديمقراطية وأخوة الشعوب. طبعا أنا إني من محافظة حما، يعني ما لقيت إنه فرق بيني وبين أي مكون موجود هون بالمنطقة. يعني ما في فرق أبدا، ولا في أي فرق هون. طبعا أنا هلا من 2013 أنا موجودة هون وموظفة ضمن الإدارة الذاتية. يعني ما لقيت إنه يعني في ناس إنه بيقولوا في فرق، مثلا إنه أنت من خارج المنطقة ما رح تكوني مرتاحة بشغلك، ما رح تكوني. لا، أنا بالعكس ما لقيت أي فرق،
ما لقيت حدا إنه إنسان قال لي أنت مثلا أنت من حما، يعني إنه كيف بدي أقول لك، إنه يعني ما حسيت حالي غريبة. يعني مو أنا ما حسيت، ما حدا حسسني إنه أنا غريبة. يعني مثلي مثل أي مكون تاني، أي مواطن موجود هون بشمال شرق سوريا أنا موجودة هون. يعني ما حسيت بهذا الشيء هذا أبدا. هلا بصراحة أنا من وقت فت الإدارة الذاتية يعني وضع المرأة يعني يختلف عن وضع أنا وقت اللي كنت بحما. هلا هنيك المرأة يعني ما لها أي دور، لا بالمؤسسات، لا إداريا لا عسكريا، يعني ما لها دور بنوب، ما كان يعطوا حقوق بنوب، حقوق المرأة. يعني هون يعني بدي أحكي بصراحة، يعني حسيت حالي إني مرأة. يعني وقت اللي فتت بمجال العمل، وقت اللي فتت حتى بمجالات يعني وقت اللي بدي كان يعني حتى الكلمة ما فينا نحكيها بصراحة. هلأ هون يعني نعبر عن رأينا، نحكي، يعني في ناس تسمع للمرأة. يعني بشكل عام حركة المرأة هون هي حركة بشمال شرق سوريا، هي حركة المرأة بشكل عام. يعني في فرق كبير هنيك، يعني دور المرأة ما في صراحة. في مقولة للقائد عبد الله أوجلان إنه الرجال يخافون من النساء أن تصبح قويات كي لا تهز عروشهن. وطبعا نحن بهديك المناطق موجود هذا الشيء، المقولة موجودة. يخافوا إنه النساء إذا صار لهم دور كإداريات أو كإعطاء رأيهم، يعني إنه خلص، يعني هاي موضوع الرأسمالية. طبعا هاي موضوع الرأسمالية، إنه المرأة لازم تضل ببيتها، ولازم المرأة ما تطلع، ولازم المرأة ما تفوت، ولازم خلص يعني ما لها دور، بس دورها بيتها وتربي أولاد وتقعد بالبيت. طبعا بس يعني هذا الفرق اللي كنا بمجتمع رأسمالية ومشروع الأمة الديمقراطية وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان. وأنا طبعا تأسست ومشيت ومبادئي صارت على نهج وفلسفة القائد عبد الله أوجلان. لو بإيدي أنا هلأ كنت نقلت مشروع الأمة الديمقراطية لحما. ليش؟ مشان المرأة خاصة، لأن بصراحة يعني الحقوق المرأة هنيك ما في حقوق مرأة. أحلامي نجاح مشروع الأمة الديمقراطية وثورة المرأة والسلام. السلام لشمال وشرق سوريا. الاختلاف هو بأي مكون كان بين المرأة، هو مصدر قوة لكل مرأة، مو بس لإلي. طبعا اللي قواني أنا كمرأة طبعا في اختلاف. أنا في اختلاف من 2011 بعد إنشاء حركة المرأة ومشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية. طبعا الاختلاف هو القوة، وأنا بنيت حالي على هذا الأساس، لأنه مشروع الأمة الديمقراطية هو قوة للمرأة. وإن شاء الله رح نضل على نهج وفلسفة القائد عبد الله أوجلان. أنا حاولت أتغير، مو سماح 2011، لا، أنا حطيت بصمتي وضليت يعني من قوة لقوة. ما رح أقول لك واجهتني كتير مصاعب، بس تخطيتها وقت حس بضعف. بصراحة حس بضعف طلع على المرأة الأقوى مني واتعلم منها.
من الشهيدات طبعا الشهيدة بريتان كتير كمان، يعني علمتنا شو معنى قوة المرأة، وشو معنى إنه المرأة ما تصير مصدر استغلال لأي شخص. يعني ضحت بروحها وما سلمت حالها. هي كمان أنا بفتخر فيها وبحسها رمز لي كمان. بعد سقوط النظام السابق واستلام تحرير الشام لسوريا، يعني أنا بشوف المنطقة متجهة بصراحة لأمور أصعب من اللي كنا فيها، لأنه اللي عم بشوفه إنه في موضوع طائفية، موضوع عدم الاعتراف بالمكونات الثانية، يعني موضوع إنه دولة إسلامية أو بناء دولة إسلامية من جديد بالمنطقة. بس أكيد هذا الشيء ما رح ينجح، إنه نجاح الدولة السورية هو الاعتراف بجميع مكوناتها. بسوريا عامة في خطورة على المرأة، في خطورة لسه على حقوق المرأة أكثر من قبل. في أمور عم تنفرض على المرأة، يعني ما فيها إنه المرأة يعني تساوي شيء، ما فيها تساوي شيء. هلأ هون كشمال شرق سوريا، هلأ هون فينا نحكي، فينا صوتنا يوصل، فينا نعبر عن اللي جواتنا. بالمناطق الثانية ما في، المرأة ما لها أي دور، أو تطلع تعبر عن اللي جواتها بصوتها، ما رح تقدر. هلأ اللي يتطلب من نساء سوريا هن يطلعوا ويوصلوا صوتهم، لأنه إذا ما طلعوا ووصلوا صوتهم ما حدا رح يسمعوا، رح يضلوا بهالكبت هاد. انتفاضة المرأة طبعا، انتفاضة المرأة، يعني إذا ما المرأة اتكاتفوا مع بعض وكانوا صوت واحد، بصراحة يعني وضع المرأة رح يكون مأساوي، وحتى الدستور أكيد ما رح يشمله، ولا رح يكون لها دور أبدا. المرأة اللي عم يتم تعيينها هلأ بعد سقوط النظام السابق، هلا اللي عم يتم تعيينهم كمان بعقلية الرجل، عقلية الرأسمالية الموجودة عندهم من سنين، يعني مو بعقلها هي ولا باللي شي جواتها هي. بتمنى نساء العالم كلها تساند نساء سوريا بشكل عام، لأنه يعني أنا شايفة سوريا بدها تتجه لأفغانستان تاني. يعني الإرهاب عم يتمدد بجذور ما نعرف من وين طبعا، والمرأة رح تكون يعني إذا ما وصلت صوتها، وطبعا المرأة أنا هنيك بشكل عام إذا ما في سند لها من برا، من نساء العالم اللي عم بيشوفوا شو عم بيصير، أكيد ما رح تقدر تساوي شيء. يعني وهالهجمات اللي عم بتصير علينا كمنطقة هون بزرقان من الاحتلال التركي، يعني يوميا القصف ويوميا الهجمات يعني متواصلة طبعا. يعني بناشد المنظمات الدولية، المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، يعني هالخروقات هاي اللي عم بتصير، يعني موضوع الاستهدافات، يعني مو بس عنا هلا المدنية اللي عم توصل ل6 تشرين. يعني امبارح يعني أنا شفت مشهد بصراحة تأثرت كتير فيه. طفلة عمرها 2 أبوها وأمها انقصفوا، يعني وضلت هي وحيدة. من وين المنظمات حقوق الإنسان؟ ما أنهم شايفين هالشي هاد؟ أنا بناشد المنظمات لحقوق الإنسان لوقف العدوان بشكل عام على شمال وشرق سوريا،
ومراعاة حقوق المرأة والأطفال.